اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم اميره سلامه، والنهارده ان شاء الله هنعمل كيكه الكوكيز للقمر دي. طبعا هي بتتكلم عن نفسها يا جماعه، وطبعا ما فيش حد ما بيحبش الشوكولاته، ودي شوكولاته ونوتيلا وبسكوت دايب، حاجه كده بتاخدك في حته تانية خالص، تحفه بجد. بصوا انا بقطعها حلوة قوي، وعلى فكرة سهلة جدا، اي حد ممكن يقدر يعملها. يلا شوف الفيديو وقوم اعملها على طول، بس اوعي تنسي تعملي لايك وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت تعملي شير لكل حبايبك. شايفين يا جماعة؟ خطيرة خطيرة خطيرة، حلوة جدا. شوفيها وقومي اعمليها على طول. شايفين لونها دهبي قوي ازاي؟ طبعا هي من مرة بتبقى مقرمشة ومن جوه طرية، حاجة كده تحفة. شايفين؟ هو ده اللي يتقال عليه باظظ خالص. طعمها حلو جدا طبعا الناس كلها بتحب الكوكيز. شايفين الجمال؟ شوفيها وقومي اعمليها لولادك على طول. شايفين من جوه عامله ازاي؟ حلوه قوي وكمان سهله. يلا نشوف هنعملها ازاي. عندي هنا صينيه او القالب اللي هو بيتفتح ده. لو ما عندكيش ممكن تجيبي الصينيه اللي انت هتعملي عليها وتحطي كيس بلاستيك على ظهرها عادي، مفيش حاجه هتوقفنا يعني. انا كده اخدت قاعده الصينيه اللي انا اعمل فيها، وفتحت كيس تلاجة كده واحطه عليها. انا هقلبها عشان كنت عكستها يعني. وهجيب بقى عندي نوتيلا، طبعا ما بنخففهاش خالص عشان تجمد معانا وتبقى حلوة. هنزل بالكمية اللي انا حباها عشان دي هتبقى الحشو. نفردها بقى كويس. انا مش عايزاها توصل لحراف الصينية خالص، عشان انا لو النوتيلا خرجت بره عجينة الكوكيز هتتحرق، فاحنا طبعا في غنى عن الخطوة دي يعني. فهفردها كده على قد ما اقدر، بس مش هوصل برضو للحروف. كده حلوة قوي. خليها كلها متساوية. نفرد كده على قد ما نقدر. ممكن تستخدمي ورق زبدة بدل الكيس البلاستيك. خلاص كده بقى هدخلها على الفريزر تجمد معايا، ونشوف نعمل العجينة ازاي. عندي هنا ربع كيلو من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، 2 عدد بيض، وعليها باكت من الفانيليا، 2.5 كوباية من الدقيق، كوباية من السكر. شايفين؟ خطواتها بسيطة خالص. هننزل بقى بالزبدة، ننزل عليها بالسكر، لازم المكونات بتاعتنا كلها تبقى بدرجة حرارة الغرفة عشان الزبدة والبيض ما يفصلوش معانا. نضربها كده ضربة كويسة، مش لازم مضرب كهربائي خالص، ممكن مضرب السلك العادي. نضربها كده كويس لغاية اما نحس ان السكر داب شوية معانا، وتعمل قوام كريمي معانا. السكر حبيبات يا جماعة، مش سكر بودرة. شايفين ابتدى يبقى قوامها كريمي ازاي معانا؟ متنسيش تعلقي بكومنت حلو منك تشجعيني بيه. نضرب كده كويس. انا مش مسرعه الفيديو عشان تبقى كل حاجه ظاهره بالتفصيل قدامكم. كده خلاص. ننزل بقى بالبيض، بس ننزل كل الحروف دي
عشان دي طبعا بتبقى فيها زبدة ما اختلطتش مع المكونات وسكر. ننزل بقى بالبيض، لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ. انا هنزل بس الفانيليا عشان هي كانت نزلت في الطبق يعني. نضرب بقى كويس لغايه ما المكونات كلها تختلط مع بعض. كده تمام، المكونات اختلطت حلو قوي. هنشيل بقى المضرب، نخلط كده برضو عشان اللي في الحروف معانا، وننزل بقى بالدقيق. ممكن تحتاجي شوية دقيق يعني معلقة او 2 كمان، وممكن لا، ده على حسب نوعية الدقيق. انا محتاجتش، وعلى حسب القوام اللي انتي بتشوفيه قدامك. نقلب بقى كويس كده، قلبي بمعلقة عشان لو بايديكي العجينة كلها تلزق في ايديكي طبعا عشان زبدة وكده. نقلب كويس قوي. عندي بقى كوبايه من الشوكليت شيبس، هحط حوالي 3/4 كده واسيب الباقي عشان هنزين بيه الوش. نقلب بقى كويس. طبعا ممكن تكتري، ده على حسب المتاح عندك. كده خلاص انا قلبتها، وده القالب بتاعي دهنته بالزيت ورشته بالدقيق. ممكن لو انت ما عندكش القالب ده، الصينيه اللي بتتفتح يعني، ممكن في اي صينيه ألمونيا وتحطي فيها ورق زبده. هناخد كده اكتر من نص الكميه بشويه، عشان طبعا احنا عايزين نعمل حروف عشان النوتيلا ما تسحش وتخرج للصينيه تتحرق معانا. زهقتني بصراحه فهفرد بايدي اسهل. شايفين العجينه طريه خالص معايا اهي. هنسويها بقى كويس بقى ونعمل حروف معانا للصينيه. العجينه ما شاء الله اللهم بارك تحفه. افردي كويس وخليها كلها سمك واحد. شايفين انا كده فردتها اهو وعملت حروف اهي، يا رب تكون باينه معانا. هجيب بقى النوتيلا واروح قلبة الكيس بكل سهوله حطاها. كده تمام. معلش انا بعتذر على الخطوه دي، كان النور قطع معلش. هشيلها بقى بالراحه. طبعا كان النور قطع وابتدت تسيح وكده يعني، بس برضه هتتشال معانا بكل سهوله. بصوا سلكوا بس الدنيا كده هتمشي. شايفين كده تمام. كده كان النور جه. مش عارفين نعمل ايه بتاع النور ده والله. نفرد بقى باقي الكميه. ممكن تفرديها على ورق زبده وتروحي قلبها عادي. انا حبيت ان انا افرد حته حته على ايدي كده واروح حطاها كده. كده الشكل كله بيتدرى في الاخر وبتظبط جدا معانا. افردي حته حته كده براحتك وحطيها. انا بصراحه ما كانش عندي ورق زبده عشان اعمل الخطوه دي، وبرضو في ناس كتير ما بيبقاش عندها، فنسهل على نفسنا يعني. كده هنا خلاص انا كنت فردتها. طبعا كل الحروف دي او الخطوط دي هتتدارى وهتشوفوها معايا. نحط بقى باقي كميه الشوكليت شيبس، نوزعها كده عشان يبقى شكلها حلو يعني. ما تنسيش تعملي لايك حلو منك، تشتركي في القناه وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. هنا انا كنت دخلتها الفرن. احنا بندخلها الفرن، بنسخن الفرن كويس جدا وبندخلها على درجه حراره 180 لمده نص ساعه او نص ساعه و5 دقايق، وطبعا بنسيبها تبرد تماما وهتطلع معانا بالجمال ده يا جماعه.
تحفة بجد. بس لازم ما نقطعهاش خالص خالص، ولا نشيلها من الصينية اصلا لغاية ما تبرد تماما، عشان تطلع معانا كده. لو شلناها من الصينية على طول هتتبهدل مننا وخلاص كده كل حاجة باظت. شايفين الجمال؟ شكلها حلو قوي 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 بجد، وسهلة، ما خدناش فيها اي وقت خالص. شايفين الجمال؟ حلو قوي. شوف الفيديو وقومي اعمليها على طول. خطيرة خطيرة. شايفين اللي واخده لون ذهبي حلو قوي، مقرمشه من بره وبتدوب كده من جوه، حاجه بجد في منتهى الجمال. شايفين؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.